السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا جاي أوجه رسالة بس إيه للأهالي دلوقتي في الظروف المهببة اللي إحنا فيها دي. يا جماعة بجد 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 بجد، اللي عنده بنت يلمها ويجوزها ويخلص، عشان اللي جاي سواد. يعني ده مش سوداوية مني، أنا ده واقع. فيا جماعة اللي عنده بنت يعني شقلب وقلب وجوزها في شقة إيجار، وفكك من شعار الملك والمستقبل، ومفيش مستقبل أساسا عشان بس نبقى إيه واضحين. في عفش ب70,000 وممكن نلم الدنيا، والدهب ده فككه، واي خلاص دبله ومحبس مثلا ب20,000. وبرضه الاجهزه برضه تعمل لها مثلا 70,000. مش لازم ثلاجه، قلنا ال جي قبل كده في فيديو، عشان اساسا مش هيبقى معاكم فلوس يحط مع العريس والعروسه، مش هيبقى معاهم اكل يحطوه في الثلاجه ال جي، الانفرتر البتنجانيشن اللي مش عارف ايه. فيا جماعه بجد اللي عنده بنت يلمها ويجوزها، ان احنا داخلين في سكك مش كويسه. كده كده البت بتغلط من وراك يا عم الحاج يا ست الكل، ومش بنوصل لحاجه. خلاص كل حاجه بتتاخد ببلاش. طب على ايه؟ يبقى قدام عينيك جوزتها وفتحت بيت مسلم محترم، خلاص، وكونوا اسره. فبعد اذن كل اب وكل ام، فككم الطلبات دلوقتي، فككم حوار الشقه الملكي بالذات. يعني حوار الشقه الملكي ده شيء اقرب الى المستحيل. اقل شقه ملك معفنه بمليون جنيه و2 مليون جنيه. مفيش شاب معاه مليون ولا 2 مليون. ولو بقى مليون، بقى شاب معاه مليون و2 مليون، هيسافر وهيسيب مصر ومش هيتجوز من بنات مصر، والموضوع هيبقى منتهي بالنسبه له ومش هيرجع مصر. ده الواقع. فيا جماعه من مصلحه الاهالي انها تجوز بناتها ونخلص. حد يقول لي مالكش فيه؟ لا، ليا فيه والله. يعني الفساد ده لما يبقى بالانتشار ده، يعني هو اللي بيعود علينا بالهباب اللي في صدرنا والخنقه اللي احنا فيها من كتر الذنوب اللي الناس بقت ايه فيها. طبعا كل الناس فاهمه انا بقول ايه، ومش عايز حد يحور. انا بعمل كل ده لوجه الله. يعني انا طالع اقول الكلمتين دول عشان لما ان شاء الله ربنا ياخدني ابقى ايه قدام ربنا، يقول لي قلت اللي عليك، اقول له اه قلت اللي عليا. خلاص، شكرا جزيلا.